بئس الحب الذي يسقط المروءة. أنا اسمي صدفة، وحابة أحكي لكم مشكلتي اللي من أولها لآخرها كلها ذنوب أنا اللي ارتكبتها، وانتهت الآخر بالندم. أنا كنت متجوزة وانفصلت حاليا، وكان ليا ابن ومات في حادثة. دي آخر المشكلة. مشكلتي من الأول، أنا أختي كانت مخطوبة لواحد وكانت بتحبه، بس أوقات كان بيحصل ما بينهم مشاكل وهم مخطوبين عادي زيهم زي أي اتنين مخطوبين، وأنا كنت بتدخل واصلح ما بينهم، وكنت بقعد معاهم كتير لحد مع الوقت حسيت نفسي اتشديت لخطيبها ده، لأني لقيت فيه صفات حلوة كتير تعجب أي بنت أو تشد أي بنت، غير إنه كان بيحب أختي قوي وكان بيجيب لها كل اللي نفسها فيه. فلقيتني بقول بيني وبين نفسي كده: يا بت اللي ما تتجوزيهوش انتي ويحبك انتي أحسن من أختك ومدردحة عنها وذكية أكتر منها، وتستحقي حد زي ده، وأختك عادي يبقى يجيلها أي حد تاني وخلاص. المهم لقيت نفسي بكلمه دايما كتير، وكنت بحكيله عن أختي وأقوله عيوبها وإزاي العيوب دي أنا شايفاها مش حلوة، وقلتله قد إيه دايما بنصحها وأكلمها كتير إنها لازم تتغير، وكنت بحاول أجمل في نفسي كتير قوي قدامه، لحد ما لقيته مع الوقت واحنا بنتكلم في وسط الكلام كده كان بيقول لي: يا ريت اختك عاقله زيك كده، مع انها اكبر منك بس سبحان الله يا ريتها تتعلم منك. الكلام ده كان بيعجبني جدا، لحد ما لقيت نفسي مع الوقت بوقع ما بينهم من غير ما حد ياخد باله. الوقت كان بيعدي وميعاد الفرح بتاعهم كان قرب، وكنت بحس وقتها بالخطر من انه يتجوز اختي وما يتجوزنيش انا. مش قادرة اتخيل حاجة زي كده، من كتر خوفي من انهم يتجوزوا حسيت نفسي هتجنن. ففي واحدة صاحبتي كان ليها في الاعمال والحاجات اللي زي كده، فرحت كلمتها وحكيت لها عن الموضوع لانها تعرف واحد بيعمل اعمال، وقالت لي انها حقيقية ومش بتضر حد، يعني لو في نصيب هتتجوزيه ولو مفيش يبقى مش هيحصل. يعني صاحبتي اقنعتني جدا ورحنا للراجل ده، هو كمان اقنعني بالموضوع وانه مش حرام، يعني من الاخر سحرني بكلامه اكتر من سحره هو نفسه. قال لي: احنا بنرمي زي زهرين كده، زهر ليكي وزهر لاختك، والزهر بتاع خطيب اختك ده بيبقى قدامكم، يعني اللي انت عايزة تتجوزيه ده علشان ما نظلمش حد، ولو ليكي نصيب هتتجوزيه ولو ما فيش يبقى لا. كلامه ده خلاني اتشجع على اني كنت حاسة بذنب شوية. الراجل ده كلامه كان بيحاول يعني يقنعني بيه، وكانت فلسفته اني اقتنع، لانه كان بيقول ان لو في نصيب خلاص هتتجوزيه، واحنا بنحاول نساعد بس مشيئة ربنا هي اللي بتمشي. واعتقد دي فلسفته في اقناع اي ضحية بتجيله. طلب مني شوية طلبات زي كوباية بيشرب مثلا فيها خطيب اختي اجيبها له بس مغسلهاش، يعني حاجات زي كده، مناديل هو بيستخدمها. اديت له الكلام ده كله، وطبعا كان طالب فلوس اديتها له. بعد ما الموضوع ده حصل لقيت خطيب اختي بيتصل بيا كتير قوي وفي اوقات مختلفة، حسيت انه مهتم بيا قوي اكتر من اختي. في مرة لقيته جه البيت واختي كانت في الشغل وانا بس اللي كنت في البيت وماما، بس ماما كانت نايمة. هو كان عايز يقعد معايا فقعدنا، ولقيته بيقول لي: انا فكرت كتير في موضوع جوازي وكل شوية بأجل علشان احسم امري، وانا قررت اني اتجوزك لاني بحبك انتي مش اختك. فرحت جدا من جوايا اول ما قال لي كده، بس ما بينتش فرحتي، ورحت قلت له: ليه بس؟ هي اختي عملت معاك حاجة تزعلك؟ انا مثلت وقتها دور البريئة في كلامي، وازاي تعمل كده واختي تسيبها ازاي، ومن جوايا سبحان الله كان عكس كده تماما. اوقات ما كنتش بحس نفسي بعمل كده ليه او ازاي، يعني اختك ازاي تعملي فيها كده؟ احنا كأسرة عامة دايما كنا بندعي اننا اكتر أسرة مرتبطة، ونشأتي انا واختي ما كانتش دينية قوي. بابا وماما كل حاجة كنا بنحتاجها كانوا بيجيبوها لنا على طول، ودايما يقولوا لأي حد احنا ولادنا لو احتاجوا اي حاجة بنجيبها لهم على طول. الحمد لله مش حارمينهم من حاجة. الموضوع ده كان مؤثر في شخصيتي انا واختي، كنا انانيين جدا ونحب نفسنا قوي، واعتقد لو اختي كانت في نفس موقفي ده كانت عملت زيي واكتر كمان. ده كان مديني جزء من المبرر شوية علشان ما احسش بالذنب. بعد كلام كتير اتفقنا مع بعض انه يسيب اختي بس تدريجي، وكانت اي حاجة بتحصل في البيت كنت بحكيها له على طول. كنت بفرح لما بشوف اختي زعلانة منه او حصلت مشاكل ما بينهم. المهم سابوا بعض، واختي كانت شبه متدمرة نفسيا من اللي حصل، وبعد ما سابها بشهرين تقريبا اتفقت انا وهو انه يجي يتقدم لي،
ومهدت الموضوع وقلت لهم في البيت، ولأي سبب من الأسباب في الآخر اتخطبنا. واختي كانت متدمرة وتعبت جدا، وقالت لي اكيد انتي كنتي متفقة معاه انه يسيبني ويتجوزك، انتي اكيد مش اختي. بررت طبعا ان الكلام ده مش صح وعملنا الفرح واختي ما حضرتهوش واتجوزنا. واختي تعبت قوي بعدها وحصل لها زي اعاقة. بعد ما اتجوزنا الدنيا كانت تمام في اول شهر بس، لكن بعد كده حسيت المشاكل ما بينا كترت قوي وما بقاش طايقني، وعيشتنا بقت صعبة قوي لحد ما طلقني بعد 3 شهور بجواز بالظبط. وكنت حامل، وطول الفترة دي كان دايما بيعايرني ان خنت اختي واني مش كويسة. المهم اتطلقت ورجعت بيت بابا وخلفت ابني، وبقيت انا واختي عايشين في البيت في تعاسة. اختي كانت تعبانة جدا وانا وابني قاعدين في اوضة والبيت كله شايل الهم. فضلنا على الحال ده 5 سنين، وكل يوم كنت بحس بالذنب من اللي انا عملته. اختي كل يوم كانت حالتها بتتطور عن اليوم اللي قبله. انا رحت كلمتها وقلت لها سامحيني 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 على كل حاجة انا عملتها معاكي. وانا بقولها الكلام ده لقيت شكلها غريب قوي، لحد ما لقيتها اغمى عليها وللأسف ماتت. اختي ماتت، ودي بالنسبة لي كانت اكتر صدمة اتصدمتها في حياتي. بابا وماما ما كانوش عارفين يعملوا اي حاجة، بناتهم الاتنين ضاعوا، واحدة ماتت من الحسرة والوجع وانا اتطلقت، وهما ما كانوش يعرفوا اللي انا عملته مع اختي، بس انا عرفتهم بعدها من كتر ما انا حاسة بالذنب. ماما ما عرفت تعبت جدا وقالت لي مش مسامحاكي، انتي شطانة، انتي السبب في اللي حصل لاختك ده. وبابا زعل جدا مني وقال انا هخليكي تعيشي بس معانا انتي وابنك علشان ما تترميش في الشارع، انتي بذرة سيئة مستحيل تكوني بنتي. انا عشت بعدها زي اللي في سجن، ما كنتش حاسة باللي بيحصل لي ولا مصدقة اي حاجة. كنت كل يوم من الزهق والكآبة اللي في البيت كنت بخرج أنا وابني نتمشى شوية لمجرد بس نبعد عن البيت. في مرة من المرات وأنا ماشية أنا وابني كنت سرحانة ومش واخدة بالي، لقيته فجأة جري وفي أتوبيس جاي فجأة خبطه. آخر أملي في الحياة مات. الكلام ده من شهرين وأنا مش عارفة عايشة ازاي. لو أنا مش عايزة أخسر دنيا وآخرة كنت موتت نفسي. أنا خلاص مستسلمة لأي حاجة تحصل لي، ما بقاش في حاجة يتبكي عليها أكتر من اللي حصل لي. أنا قلت أبعت لكم الرسالة دي يمكن تكون عبرة وعظة للناس، وبتمنى إن أي حد يسمع قصتي دي يدعي لي إن ربنا يسامحني ويصبرني، لأني بموت كل يوم من الألم. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليكي كالآتي: الحقيقة يا صدفة دي ما كانتش أحلى صدفة، دي من أسوأ الصدف في حياتي، إن توصلني رسالة زي دي تحمل كل معاني سوء التربية والخلق اللي أنا قريته من كلامك. عايزة أقولك من عاش على بيع المبادئ مات على يد المشتري. أنا مش هبدأ من عندك، أنا هبدأ من أصل المشكلة، من عند باباكي ومامتك. هما اللي غرزوا فيكوا انتي واختك الله يرحمها روح الأنانية. كتير جدا من الناس لسوء فهم فاهمين انهم لما يدوا لولادهم اللي هم عايزينه ده علشان يقولوا ولادنا يبقوا عينهم مليانة وما يبصوش لحد. يؤسفني ان اقول لكم ده ضد التربية والدين، وده بينمي روح الأنانية في الطفل، والطفل ده هيكبر مش هيفضل كده صغير زي ما هو. والمجتمع مش متحمل سوء تربية وأخلاق، لأن سوء التربية نتيجته كوارث في المجتمع اللي احنا بنشوفها دلوقتي. حاجات بسيطة جدا بنكبر مع الوقت واحنا مش حاسين بيها ولا متخيلين حجمها، وكل ده بيبدأ من البيت. الغنى غنى النفس، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: مش كل حاجة الفلوس، مش هي بس اللي بتغني أو بتخلي العين مليانة. عايزة أوجه رسالة لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي: لازم يكون فيه جزء من الحرمان يحصل مع ولادكم، مش كل حاجة هم عايزينها تجيبوها لهم. لو عملتوا كده النتيجة هتكون جيل أناني. عرفوهم قد إيه إحنا في نعم كتير، وإن في أطفال غيرنا عايشين حياة صعبة وبيعانوا من التهجير زي أطفال غزة وسوريا زي ما بنشوفهم كده، وأطفال بيشتغلوا من هم صغيرين علشان يساعدوا أهليهم. عرفوهم الدنيا فيها إيه وإزاي فيه معاناة علشان يفهموا الحياة ويحسوا بالمسؤولية. عايزة أقول بالنسبة لأخت صدفة ندعيلها بالرحمة والمغفرة. أما انتي يا صدفة ربنا يسامحك. أقولك إيه بس، انتي سحرتي لأختك ولجوزك، وكل ساق سيسقى بما سقى. متخيلة إيه؟ في الشريعة الإسلامية في 2 بيقتلوا دون استتابة، وهما الساحر والجاسوس. الساحر واللي بيروح للساحر كمان. انتي عملتي جريمة، فرقتي من 2 علشان أنانيتك اللي ممكن كانت بدايتها من وانتي صغيرة، لعبة صغيرة كنتي عايزاها كانت في ايد اختك وعجبتك فعايزة تاخديها، وكبرت اللعبة دي وكبرتي انتي كمان وتحولت اللعبة لخطيب اختك اللي عجبك، فقلتي لا لازم اتجوزه من غير ما تفكري حتى في توابع الموضوع ده على نفسية اختك ازاي.
مع ان كان ممكن يتقدم لك واحد احسن من خطيب اختك ده وتتجوزيه وتعيشوا حياة سعيدة مع بعض، بس انت استعجلتي وربنا اراد انه يظهر خبث في معدنك علشان يعلمك درس في الحياة. اللي حصل لك ده وشفتي نتيجته السيئة ده قدام عينك، ابنك وجوزك واختك واهلك كل دول ما بقوش معاكي، وفجأة لقيتي نفسك لوحدك سجينة لآلامك وندمك على الماضي. انا بنصحك انك تتوبي لربنا وتستغفريه، واللي حصلك ده تخفيف لذنوبك، بس ربنا رحمته واسعة وبابه مفتوح، وإن شاء الله ربنا يسامحك. وأنا بوجه رسالة لكل المجتمع: ربوا أولادكم على القيم والأخلاق السليمة اللي هتنجيهم وتوصلهم لبر الأمان. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات مريم.